اللهم بلغه مغفرة ورضوان. كتب الإمضاء بالجوزة القدسية مستمدا من فعل المزيد بسملة أسماء. إنه من معاني القرآن العظيم القديمية ومما في الكتب المنزل ما أوله مهتد. تفرع الأنواع لكل نوع أزلية وإليه كل شيء يرجع مضمونه ومواه. مشتق من سورة البقرة إلى الفاتحة الخفية مرجع الكلي والجزئي وإليه الوجود أجلاه. ويجد الحلاوة بالنظر لمعاني الحروف النورانية صفح حاميم وتاسيم إلى نهاية منتهى معناه. من السبع المثاني ظهر به معجزات محمدية وشق القمر وكلم الشجر والحجر وما كلم الاستواء. وطبق ملة الخليل وسنة من ضلى مع نوح أمدية وصار حياته بتوحيد وتسبيح وتقديس جلوى. كل ما في البسملة فهو من الفاتحة المروية وكل ما من الفاتحة فهو في الماء وبرز فيه مبرى. وظهر في النقطة التي تحت باء البسملة إيجاد البرية. وظهر بالنطفة بالرحم قرار الأشياء كما شاء. وشر كل شاب من نطفة وعلقة ومضغة دموية من عجائب صنع الله الذي أتقن كل شيء وأحياه. وظهر في الوجود رفعا ونصبا وخفضا وجثية وحركة تولد منه القيام والقعود والرجوع إياه. شهد بالإيجاد سمكا وعبكا وفوقا حكيا وبرا وبحرا وكل طير وجامد وراكد على الماء رغاه. جحد بعض العالمين صنع الله بأصوات البرسية كالكفرة والمعتزلة وآمن بصنعه كل من آمن به برسوله وسفريه هم الأتقياء والعلماء وأهلا للولاية وأولاه. ولذلك تميز العابد من الموعود بالميثاق السلفية مع البينة من ألست بربكم آية. أستعين بعبد الله الذي هو نعمة الدينية ونعمة الحقيقة سيدنا محمد وإن تعدوا لمعناه. شكرا لجانب النعم ونفس الذات النغمية ثم أزيدنكم عنها. وأسلم على النبي الرحمة الرحومية سيدنا محمد وعلى آله أهل السلامة أخرى. أرسله الله رحمة للعالمين بهذه البرية فليكن هو واسط الأولين والآخرين مزايا. أصحابه الذين رأوا وجهه البهية ونشر العلوم على العالمين رضي الله عنهم وأرضاه. انشر الله اللهم بلغه مغفرة ورضوان. وأخوه الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ عبد الله الشاشية نسبة الشيخ عبد الرحمن الشاشي مستمدا بدعواه. واشتهر بالشيخ حاج صوفي كنيته بهذه السمية وضم عليه من أيام صغره من قبل كانه تسمى. وأمه خديجة بنت محمد نسبة للشاشية من الطرفين من أبيه وأمه كلهم مناقب ترى. كان سبب تسميته بالشيخ زي العلماء والأولياء والبدلاء أيام الصبا. ودخل في أمه 4 رجال شيخا لهم بلغوا نسبتهم جدا.
وطلب كل أحد ليعطى ما في خاطرة النية، وقرر لها ومدت يدها وأعطته من واح، ودعا كل أحد لها بالبركة والمعيشة الرخية، وحصل للخديجة بركة الرزق دنياها وأخراها. وأذن نعمة زائدة في فرعها حميات، وأعطي كل شيخ بطاب جميل شقة المخدشية، وقضي كل حاجة تخرج من عندها مسرات. وظهر بتلك الدعاء عالم العلامة حامي الفتاوية، وشهد شاهد في البنادر مما علم به أفتاه، وبلغ طلابه رسالة علومه ومعرفته زكية، وخرج جنده وبلغ رفده نماء. ولما بلغ 7 سنين نزل بعبادة أدوات الفخر القدسية، وجلس أمام شيخ محمد نور دينه الأروما وقع بين يديه بالأدب المرضية، وكان بمواجهتي وصار طوضا عظيما، ثم شب بشباب والتمس بالصحبة الكلية، ونعته أنه صاحب الشيخ الفاضل زياد، هو المشهور في البحر والبر والبرية البادية، شيخنا أبي بكر محضار قطب البنادر شمقا، وأخذ من العلوم والمفهوم معرفة الربانية، واختار منه علم الشريعة في المنهاج والإرشاد تلا، وشهد بلسانه معاطف العلوم الصرفية، وزيادة من بحر التنبيه وفتاوي لابن الحجر، وأخذت ببين العلوم من كل شيخ أخضر وعيا، وهو في بلده وما سافر إلى الناحية غيره وهو أطوار، وهذا من خوارق العادات والقيود الإحسانية، مما منحه الله علم المواهب كما أفتى، ومن خوارقه والداوب عند المعلم الحفظية، وبلغة بنعمة القرآن كلاما قديما تقدسا، وعاهد لأبي لا تدعوني بغيات الضوبية، ولا تشغلني بالدنيا سوى الآخرة عقبا، وتوجه إلى العلوم بطلوع شمس البهية، وغمر علمي ونجم الحكم بشارة خلق جلوى، وورث له ميراث العلوم اللدنية، وافتاك أهل الحرم وأهل المدينة أحصى، وشرف بوضع النظم في الأيام الماضية، وظهر نثرة في المنادر مقدش وبراوة، وشهد له تلاميذة من أدب القاضية، وعسى كل عالم روشان علومه وقوة، وطال فكره بالمراغم في الأمور الأخروية، حتى نال معرفة ربه ورضي برضاه، وذكر أنه لم يفارق درس العلوم الشرعية، وغرس بأرض الطالبين وسقى لزرعه،
ومدح رسول الله بالفادي موضعة الدوادية وغرد ما قطير الطائر والبنات وسبق كل من الله سعادة أزلية ولكل معنى له غبة يزور من بحب بشر الله. اللهم بلغه مغفرة ورضوان. معتقدا بالعقيدة المرضية كعقيدة العوام والسنون بالتلاوة كفاه. واختار مذهب الشافعي مدة الساعات العددية ودام عليه إلى آتاه الموت والغرام. وكان يغرو شرح النووي وفتاوي الأحاديثية لابن الحجر الهثيمي ومغنى في مكة والمدينة أرجاء. واختار في طريقة الغادرية ومدح عليه وحصل له القبول وأدرى. وخفض صوته وزين بزينة المحمودية وتفاقه بزين العلوم ورمى به مرمى. وأغرد بالسكوت ولزوم البيوت من فكرية وما جال بتحمق ما يضحك سواء. وكان لا يدخل السوق ويقف باب البرية لدى سوق الشاشي مشترى ثوب وبزاء. وينظر بين البائع والمبتاع متاع البرية كأنه النائب الغائب الشاهد عليه مقتضاه. ويرجع بوقته ويطلع إلى البيت النورية ويأنس مع الأهل والأولاد منهم الكبير وأعلى. وجلا بمعاونته وخدمته مع قلوة نية ويعين أهلي بالرفقة والكسوة ومنى. كما ذكره من سعى في حياته المعية أنه كان صفاته مختلطا بأهل الولاية ربا. وكان يحضر مع المصلين في إيداء زمان الأولية. وكان يحضر مع المصلين في إيداء زمان الأولية وكان يومهم وهم يقتدون به محرا. وكان لا يخرج في بيته إلا يوم الجمعية ويروح إلى المصلي يقول الله أكبر تعظيما الله. وكان يسمع يعني الخطيب بقراءة النباتية كتاب جلي ولا يعارض بما يرمي فوان. وكان يمشي كل هامش بلسان الحالية وعجب الناظرون من العرب والعجم عليه نما. وكان يزور مقام الصالحين وقت الأزمية ويدعو الله بدعاء الفرج ورفع ما قدر الله. انشر اللهم نفعنا الله به وبسبوحه إن شاء الله. يأتيكم بعد الموت شدة بلوى وجاء بالحكم يذيق بأهله وزاد منكا. وكان يرحم الصغير والكبير والشوهية ويجلل الأشراف بالجلالة لولايتهم ومعدويا. وقسم العلماء وذوي الروية وأهل التدبير كالعوام عجوا بهوان.
وكان يعلم الطالبين أدب المقضية والمحاورة والمجالسة بالمشايخ حسنا. وشهد أنه جاء عنده بزيارة تجار الهندية وعلماء العرب ليسمعوا منه ما أعطاه مولاه. وأثنى عليه شيخ من الأشعار ثناء جليا قبل موته بغريب قوله شيئا يا صوفي لنا. بلغ مغفرة ورضوان. وكان يعطي كل يوم درسة من علوم الشرعية ودرسة من منهاج ألفية ابن مالك ضبطا. ورفع سماعه بين البيان والبديع والعروضية وزجاه بشر العرب من مناطر ومرقى. ومنح العروض بحرا ورجح تحضي البصرة والشام والهامش والشام. وتعفف بحفظ الظاهر والباطن بترك الغيبية وأنه شغله آخرته وعقباه وما سوى الله. ذكر لمعاده ضاعة وتعبدا أو حفظ الأتية فتبسم ضاحكا لدنوه جربة الرحمانية بمشيخه الذي هو طول فكرة وبقول الله. واستمسك بالعروة الوثقى والتين حبل الوثيقية واقتفى ورمى برماه ورفعه بنيان. والتفت بإسوة الحسنة وكثرة الحسنة عظيمة وجزم أن لا دين إلا دين محمد المصطفى إيمان. واختار خالص الأعمال من غير الشوهية وطرح مما أتى فقهاء زمانه جراءة مرعونا. وبلغ ولاية الصغرى وولاية الكبرى أمدية فطوبى لمن أكرمه وأكرم أولاده وحماه. اللهم اقبل له مغفرة ورضوان. ولما برز بنواميس العلوم وتأليف النظمية وصدر به معانا عجبا يهدي إلى الرشد هدى. واشتغل بشرح تبارك ذو العلاء وجعل له وسيمية لتمام المعاني ومن نشرا. وزرع أرض قلبه بالأصول والفروع الحجبية وحج عليه وطاف الكعبة يمينا ولبا. وبسط بساط العلم بالديباج الأحمر اللونية وهو موت الأحمر الممزوج بخشوع وجلوان. وصب لدى العلماء والأتقياء ماء المعينية وجرى مجراها بالسفينة السلامة صفوان. ب1323 جاءه المطلوبية من نون كن فيكون رضي الله عنه وأحسن مثواه. وكان وفاته آخر ليلة الغراء ونهار الأزهرية ودفن فيه وقبته في السماوات. وذلك في يوم الجمعة بعد الصبح البهية ل28 خلق من شهر صفر وقل الله. وأفل شمس معرفة الدينية وقمر علمه ونار جمعته وبقي به أفراد.
العالية وفي المنام يكون قلبه يتصدق لله. ثبت في التاريخ عن سيد البشر وخير البرية سيدنا مولانا ولي نعمتنا دنيا وأخرى أنه قال: من ورق في الكتاب يوم موت الإنسانية مؤمنا كان له من الأجر والثواب وزاد حظوا، ومن ورق تاريخا فكأنما أحياه بحياة المعانية أو كأنما زاره في حياته وحق على المزار معطاه. ويمن الله على من زاره شيخه بصلوات المنية وسلوى الجذبات والنفحات إنه يبلغ منواه. وفي الحديث: إذا تعسر أمور الدنيا والدين المدنية توسلوا بأهل القبور خصوصا أهل العلوم عتقا. وحشر لمن زار مع من أحبه بباله الخفية فقد استوجب الرضوان على مطعمه اللغمة. ونقل من بغية المسترشدين ومولد العلية نسبة لسيدنا علي كرم الله وجهه وأرضاه. ويكفيك في الدنيا حرمة ولي وولية تقية وسيما شيخ البنادر خص بالزيارة كوما. وأشار الناظم بالكون أنه الأفضل الأضحية وتفاخر العرب والعجم عن ذلك معناه. فطوبى لقارئ وسامع ومنفق المال الجزيلية ومطعمه ومبخره بالعود والعنبر يفوح شذا. انشر اللهم قبره العميم بلطف زكي من نجاة وتسليم. اللهم بلغه مغفرة ورضوان. فلما علم أن أمره متعلق بأمر الإلهية وحرث زرعه وسقاه بماء المحبة وبرق عيناه ووصل وصله وبنى قبره قبل أن يدخله قبليا وطاب له المنام مستريح وسط الكهف قباه. طوبى لمن عاش واتبع آثار المحمدية وحميدك قوم السرى في الليل وفي النهار سرى. ونادى بهتيف المعاني والغرائن السرية مما يراه في الليل ويكون كفلق الصبح سوا. بسط طفل المعاني بتمرين العلوم الميامية وبارز بالدلائل الواضح الماهر الحاذق موراه. وزاد به بسطة في العلم وجهزه صفيا وصدر منه فعل الماضي والمضارع وحلاه. واحتفل بالمزيد وعمل عملا للتتمية وحصل من حصل جوهر علمه ووصاياه. انشر اللهم قبره العميم بلطف زكي من نجاة وتسليم. اللهم بلغه مغفرة ورضوان. اللهم بلغه مغفرة ورضوان. وله رحمه الله تعالى مع ساعة المشترية في مقدشو رأس البلاد وحمر به سماه. فقوموا لولي الله ورصوا صفوفا سويا وانشدوا لنا مناقبه وصفاته تعظيما لمولاه. يا مرحبا يا شيخنا يا مرحبا يا مرحبا عبد الرحمن الصوفي. يا مرحبا يا شيخنا يا مرحبا يا مرحبا عبد الرحمن الصوفي. يا ربنا بلغ مقاصدنا فيه
يوم الورى يدعى إلى الموقوف. يا ربنا بلغ مقاصدنا به يوم الورى يدعى إلى الموقوف. وبه قيام الحاضرين ومنحنا هم زائرين صوفنا المعروف. يا مرحبا يا شيخنا يا مرحبا يا مرحبا عبد الرحمن من بالمداح اعتنى لرسوله يا زائري الغبة السامي الذي قد ضم شيخ العلم والموصوف. يا مرحبا يا شيخنا يا مرحبا يا مرحبا يا من نشاء في الموت شوج في المدد بلغ بنا نفحاتك المصروف. يا مرحبا يا شيخنا يا مرحبا يا مرحبا عبد الرحمن. قد شهدوا على الولاية موت شوق من فضله متواترا ممضوف. يا مرحبا يا شيخنا يا مرحبا يا مرحبا عبد الرحمن. وترى به القساد قبره زائرا يوم الخميس وجمعة موقوف. وتبجلون بمحافل ومفاضل وغبائل يأتون مثل وقوف. يا مرحبا يا شيخنا يا مرحبا يا مرحبا عبد الرحمن. مرثي له مع المحب بحبه وتوسل بالشيخ حاجي صوفي. يا مرحبا يا شيخنا يا مرحبا يا مرحبا عبد الرحمن. وشهدني يا الله أنه عالم صوفي صفا عبد الرحمن صوفي. وشهدني يا الله أنه عالم صوفي صفا عبد الرحمن صوفي. يا مرحبا يا شيخنا يا مرحبا يا مرحبا عبد الرحمن. وشهدني يا الله أنه عالم صوفي صفا عبد الرحمن صوفي. يا شيخنا يا مرحبا يا مرحبا عبد الرحمن. وعفى عني المدعي عبد رحمننا والمطعم يوم زيارة صوفي. يا مرحبا يا شيخ
شافي عبد رحمننا والمطعم يوم زيارة الصوفي. صل على خير البرايا محمد والآل للبيت عاد حروفي. يا شيخنا يا مرحبا يا مرحبا عبد الرحمن. وظهرت بمولده معجبات من آية السرية ونادى بإعلام أنه ولد للشاشي شيخ مراد. وسخر الإله ناس للشاشي نسبة ثجية وهم في البنادر من كل بلد تراهم مغرى. فطوبى لأهل السعادة بالعمل المرضية ولأهل الشاشي لإكرام المولد أثابهم الله. اللهم له مغفرة ورضاها نفعل الله. رحمه الله تعالى خليفة من نسل العليا نفعل الله نسبة للعلي البغدادي قل من عندنا معنا نفعل الله وهم باليوم بالتعلم وحفظا بنبيهم أجريا ولو من الأولاد أغيار الناس بالوزيا وهم اليوم بالتعلم وحفظا لأبيهم أجرا وخلف 4 بنين أهل الشريعة الإسلامية كأنهم الهلال في سماء مكارم الحال حلا وهم اليوم في البلاد المقدشة وطنية ولزوم مقام آبائهم وأجدادهم قواما وأحسن الظن بهم ولا تظنهم أشياء وشأن لا يشك إلا من هو أعشى وأعمى وكبيرهم شيخ محمد صاحب الفهمية وراغب السكوت والحضور مقتدي الهباء ورديفهم شيخ عبد الله من باسم جدي سمية نبت من نبات الله من آية الآيات معية وثالثهم شيخ أبو بكر الخائم بالتدبيرية بالبيع والشراء صنعة الكف معيشة نمنا ورابعهم شيخ عثمان المشير أبو بالوسيا وأقاموا مقام النجباء والنخباء رضويا وورث لكل عبد كرامة من أبيه وارثيا وروي كرامة الآباء كنز الأولاد وسلوى ومن البنات 5 أو 4 كالزورة زهية ريحانة الشيخ المشهور ذو اللسان أثناء ومن مات قبله فصار فرة في الجنة الباقية رحمة الله عليهم إلى يوم الرؤية واللقاء وطوبى لمن أكرمهم بمنح العطية كرامة
رحمة لأبيهم ولهم الإشارة دعوة وانشر الله أبرأ العميل بروح زكي من نجاة الرسول اللهم بلغوا مغفرة ورضوان اللهم بلغوا مغفرة ورضوان ولو رحمه الله تعالى إخوانا من جهة النسبية من نعلم ومن لا نعلم ماتوا قبلنا بغضاء وأجلهم الشيخ المادح بلغة السومال العجمية سمعوا شيخ محب أهل الولاية الأول وحاذقهم بالرأي والأمر مقام الوارثية كالأب الرحيم شيخ حسين بن شيخ عبد الله أبا وهؤلاء الأرحام والأعمام والذرية عليهم البركات وعلى الشاشي قبيلة غراء ومن حضر لسمع مولدي فله الغفران الحوبية خصوصا لآل مقدش من حمر وشنقان قتال ومن أطعم الحاضرين والقارئين بالنيات ولو بإنفاقه أجر المحسنين سيعطى ولا يخيب المولى من توسل بالولي الزكية يا أيها الداعين ارفعوا أيديكم والمجيب الله اشكر الله زكي بالنجاة والتصريف اللهم مغفرة ورضوان اللهم بلغوا مغفرة ورضوان فلما ظهر قام بتجديد الإيمان لذات العتية وفسر عقيدة السنوسي ونغش به مراد وعمل ببدء الآمال ابتداء لسير المحمدية ولله عباد الرحمن طاوع الخلق بالخدمة أداء ولو رحمه الله تعالى عذرة صن بها سنية من دعوة يوم الغراء والأزهر جمعة سماه وكان أهل زمانه يرعون إليه لزمعية صلاة وأزكى على ما صنفه للنبي وثناه وذكر فيه أخبار المعراج وإسراء السماوية وعجب السامع والمستمع بما وعاه ورعاه وعلم في حياته صلوا بنا بتمام العلانية من نظم حجة الإسلام إمام الغزالي عمدة المدى وبرع ببردة الموصيري في الأيام الخيرية مع التعظيم والترغيب على من بتربيته راه وألف لشيخه أبي بكر المعذار نظما ذريا وجعلوا كقبلة التعظيم تكريما لنزار وتلذذ بنظر الزائرين من مقيمات بالبادية وتلذذ بنظر الزائرين من مقيما بالبادية والتمس رضاه كل أحد وعذب نظره وأداه
وحصل منه الخيرات طلاب العلم الشرعية ودرس من أخذ منه بحر العلوم وغرزا وطوبى لمن أدعم الرز والبر والعلوية والدرة المشهورة بالبربرة ومن والاه وطوبى لمن أدعم الرز والبر والحلوية والدرة المشهورة في البربرة ومن والاه وكذلك المهندي الذي شراته كليا قوت الأغنياء والمساكين للبنادر قصا وبرز مولد الشيخ كعيد الفطرية من محبه ومحب آله فظهر له المعاذر وأبغى بشر الله وما غفره العميد بلطف زكي من نجاة وتسليم وما بلغوا مغفرة ورضوان اللهم بلغ مغفرة ورضوان وكان خلقه مختلطا بسلف الماضي الأمنية من الوقار والخشوع كزي عباد الرحمن هنا وشبه بشبه آبائي بالبياض الشاشية الخالص المحض ممزوجا به الزجاج وكان وجهه عريضا مدورا بالكيفية عريض الصدر واللحية كالبيضاء برواه وكان له عيون كالنون السورة السوية عاجب الوردان مصفف الأسنان الذواتا وكان صدره شعرا وأضرابه كثيا يشير اليدين ومحل الكراديس الساف وكان له فنع مصمى المفروغ الزينية وكف لين كلين العرير من سندس برسما وكان له معان عند المعاورة بأهل السرية ويشاورهم بوفق رأيهم وقبض جناحه وكان إذا حضر الطعام لا يمد يده الأولية حتى يمد من يليه هذا هو عادته ومرضاه وكان يمر في زغاق الشاشي إرادة البرية بتجهيز الجنازة يا يلتفت يمينا وشمالا حيا وكان يؤلف البقرة التي منحه الله المنحية من أهل الخير ويمنع الدجاجة بقرب بقرتها تربى وكان يحب حضرة الذكر والموعظة الحسنية وإذا رأيت ثم رأيت نعيما منه معرفة الربا وكان إذا سمع ذكر السحاب ترضى بالرضية وطردوا عنه للأذية يبشرهم برحمة منه ورضا فطوبى للقارئين والسامعين بالقلب الوعية بمولد قطب البنادر والسواحل أرجاء وهذا أوان الشروع وداود المردية وتمنى كل أحد بسؤاله ويعطي بمنواه ونية المرء خير من عمله إنما الأعمال بالنية وقادر الختم بالقبول والساعة لجاوة الدعوة انشر الله وما غفر عليكم بسجاد وتسليم الله
مغفرة ورضوان. إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي رحمة يوم المخوف. إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي رحمة يوم المخوف. طالبا لله كوفي بحمد نعمة الله الرؤوف. إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي رحمة يوم المخوف. جامع للخير طرا له في الخاطر شيء لا سوفي. إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي رحمة يوم المخوف. تارك العادات حقا وغلد في تصوف عاجز به. إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي رحمة يوم المخوف. ثمار العلم والفهم الزكي والمعروف بسمع مصروف. إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي رحمة يوم المخوف. جرى بلساني علم المعاني وتفسير القرآن والحروف. إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي رحمة يوم المخوف. عليم حافظ علم الفتاوي وفي تعليمه فينا ألوف. إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي رحمة يوم المخوف. خلقه خلوة من غير هوس خليفة ماهر ذا النور الدوفي. إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي رحمة يوم المخوف. جلالة دينه معلوم فينا صحيح قولنا يا آل الصوفي. إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي رحمة يوم المخوف. ذريته بخير ثم فضل وتعظيم لخاتمة الصوف. إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي رحمة يوم المخوف. بيت فضله وأيام ماضي وأيام المراد كالوقوف. إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي رحمة يوم المخوف. زوى بمحبة نعم الزوايا وسمع ذكره أرباب وقوف. إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي رحمة يوم المخوف. سيد القوم أفضلهم وصوفي بعلم الله أهل الله صوفي. إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي رحمة يوم المخوف. شرف العلم يشهده المعالي به يسري إلى يوم الوقوف. إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي رحمة يوم المخوف. صدور العلم سافي كزجاج بصفوته تصنع الصوفي. إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي رحمة يوم المخوف. صدور العلم سافي كزجاج بصفوته تصنع الصوفي. إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي رحمة يوم المخوف. وحوق الحال جهر طويل إشارته تبسم يا عروفي. إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي رحمة يوم المخوف. طيب ضارب لله درا تواضع بالمغارم منذ خوفي. إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي رحمة يوم المخوف. غير الدين ببدء المال له سبغ الفضائل كمعطوفي. إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي رحمة يوم المخوف. على أمثالي قد كان كافا وملء العلم من كل الحروف. إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي رحمة يوم المخوف. غني بالمكارم والمزايا مثالي ليس كيوم الكسوف. إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي رحمة يوم المخوف.
كتاب العلم يماشي البومي لو فتح المعارف والصروف طريق الحال بسرب الدموع قد آمن حاله حبا سفوفي كرامة صوفي لدينا كشمس مشارقه كتحفة للعطوف له صرف وتعويل المعاني وفرق باللسان حروف الشوفي ولا في قلبي حبا وخوفا وعينها ملا دمعا عروفي نوى بحياتي نظر النعيم نعيم الدين هيبته كفوفي أن الله عظمه يقينا عبد الرحمن يعلم الملوك وأن الله عظمه يقينا عبد الرحمن يعلم الملوك هوايا في سرى يجري سريعا جرى يدري كفى بالله حبي يمينا عطفه يسرا سرايا لو في سيره سير الحروف بالبلدان يرجو اعتساما وتوصلا بشيخنا عاكسوا به له في الأولياء حبا جسيما دواما جاريا رؤوفا عفوفي ويس جاء في المزاك كوفي عجل مددا إمام فارسوفي ويس جاء في المزاك كوفي عجل مددا إمام فارسوفي ونماء المحبة من رحيق لبعر الوافر أو بعر موفي فلاح ثم فلاح وفوز لتالي المولد للشيخ الصوفي فلاح ثم فلاح وفوز لتالي المولد للشيخ الصوفي واختم بالصلاة على محمد شفيع الخلق في يوم المخوف وعن البيت هم سادات طورا سرى فضلا له بأبن عوفي وأصحاب لهم فضل كثير بزعبة خير الله يوفي وأبياتي لا عدد الحروف بحرف الميم إعرابي عقوفي إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي رحمة يوم المخوف
فاتحة. فاتحة. بعدين ترى الأستاذ الشيخ أحمد الكريسي فاتحة على المنارة إن شاء الله تعالى. نشوف لا تنسوا الأستاذ فاتحة على المنارة. اللهم بلغه مغفرة ورضوان. اللهم يا من خلق الخلق بالكلية، يا من أحياه بالماء المعين وغذاه، صرف على السماء بالتسبيح القدسية، وعلى الأرض بإقرار التوحيد رباه ربا، يا من أرسل رسوله وأمر البرية فأكلنا تمنه من الواجب بيا، فرع بحبه عاشق ومعشوق على نية، وأخر الفؤاد وسلم اللسان رفاقتنا، وحمى إلى الفرائض والنوافل الجنية، والله آخرة السعادة وغضاء، كل ذلك من خير السماء العالية، وعلى كل سيدنا مولانا محمد المصطفى، وعلى هذه الوجوه الإحياء الدينية، قرأتهم آيات القرآن ورعاه، وعلى أصحاب الذين عاشوا بحب الرضية، نظام الدين ونجوم الحكمة الزهراء، على التابعين مضى بالبركة الوفية، نحن بهذه البلدان وعطى بما أعطى، على المتقدمين والمتأخرين والصوفية، على إسلام السرور بالمدد والفتوح عنده، على المسافرين بالبضاعة المزجاتية، على التوكل المدرجين بأصول من هو، اللهم سلم الأمة وعجلهم بالبلية، اللهم سلم الأمة وعجلهم بالبلية، اللهم سلم الأمة وعجلهم بالبلية، تكاشف أزمة وتضاء حسنها وهداه، وارفع القدرات في البلاد الإسلامية، والحكم بالجور والفساد والقهر أعداء، وارفع القدرات في البلاد الصومالية، والحكم بالجور والفساد والقهر أعداء، وكثر في الرعي والرعي الظلم المتربية، وازدجروا أولئك بما تزجرون يا الله، وامن روعات الولاة الحمزكية، وخذ الحلال ومن الحلال سمراء، وفك الوثاق لكل مؤمن ومؤمنة تقية، واجعل الأرض أمانا لمن في المدينة قباء، واجعل الأرض أمانا لمن في المدينة قباء، واجعل الأرض أمانا لمن في المدينة قباء. نسألك الله في هذه الصفاوات المكية علينا مناسك وفقنا بما تحبه وترضاه، وأيدنا في الولاية والهداية والإرشادية، بيننا سبل السلامة لكي نكون الصراع، وكثر الأصحاب أهل السواد المصرية، ومن بلاد ما تمنون بذمتك رقاء، وأنبت الزرع والكلى لأجل الهوشية، تهم الأنعام والرعاة ومن فلات الهواء، سقي لنا هذا البحر بحر المنى والعطية، سقي لنا هذا البحر بحر المنى والعطية، سقي لنا هذا البحر بحر المنى والعطية، السوق صفاء من الكبيرات وما حواه، ربنا اصرف عنا عذاب الدنيا والأخروية، والذيل يضيد لا تعذبنا بعزة ذلا، لا تسلطنا بمنزلتهم الشيطانية، وقارئين بهواياوي والغالب غواه، لا تجعل من يعاب الصفات المذمومية، ولا يأخذ وينهبك عن الولاية السواء، وطير قلوبنا بالظاهرة الذات المحمدية، وطهارة الذي ينزل على من قلبه غفناه، واغفر للآدم الدرر المولود بالصوفية، واغفر للآدم الدرر المولود بالصوفية، ويسر القادرين البراوي مولود البكاء، واصلح لوالده وبعقله ذرية، ومن انتظر بسلسلة الكتاب والسماء، وقضى على الخير لأولاد الفاطمية، والشيخ النائب القائم بغداد الشرقاء، من تسمى بسيد المصطفى الغادرية، ابن السيد سلمان، ابن السيد علي المسمى، صاحب الخير والمدد والمنحية، هو من يعطاك الجيلان وفضلاه، وبلغ من تمنى البلوغ المرامية، توصل بالغسل من الماء الخير والثراء، ويفرح بكل العابدين غير العابدين الطامية، انظروا لسماء النبي المسامة قرى
سهل لنا كل خير وادفع لنا شر الضاربية سهل لنا كل خير وادفع لنا شر الضاربية سهل لنا كل خير وادفع لنا شر الضاربية ولأولاده وعشيرته وسكان القراء وغفر للمؤمنين بالإيمان الأزلية أمة سيدنا محمد القائلين لا إله إلا الله وفي الجنة ذا حقوق الدانية الأرمانية وفي الرداء والحور حين تولى وعلمنا النظرة والمتكفرين قرة العينية على الأنبياء والمرسلين والأولياء الكبرى واهدنا كطالبين شفاعة العظيمية وارزقنا أرزق الرسول وبلغنا وارزقنا غيثا ببلدنا هذا المقدسية سائر البلدان وعلى سائر الرعاة والقومات واسقنا غيث الايمان في قلوبنا الوعيه الى الفائده والجده ونظرتنا وفر الكاذب والقاضي والمطعم والجليه وبقنا بالعز والعنبر يكون الشتاء وتفوح القادم الخوف في الايام الجمعيه مع الزياده والمولد في الصوف الترباء صلى الله على اول المخلوق بالجهود الخفيه اخر الوقت قادم الطالب والقوه النباء على غرة العين عين القرآنية والفاطمة الزهرية الحسن والحسين جد الأشراف وكانت الأمناء ورأسها في الأمور والوهية نسأل الله سبحانه القريب نزل به كما أطلع وشر اللهم اللهم بلغ ومغفرة ورضوان الفاتحة فاتحة للمسلمين.